السبب التاني او الهدف التاني هو، يبقى انا عندي السبب التاني او الهدف التاني هو قانوني. قانوني، عاوز افهم يعني ايه قانوني. مش احنا قبل كده قلنا اللي بيحكمنا او بيحكمني، يبقى اللي بيحكمني او بيحكمنا السلامة والصحة المهنية مجموعة من القوانين. ما بالك بقى لما اجي اقولك، ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القانون المصري ده بيلزم في منشأة جمهورية مصر العربية على وجود مسؤول سلامة وصحة مهنية إذا زاد عدد العاملين فيها عن 50 عامل، ولو أقل من 50 عامل وزي 30 و40. واحد قال لي إن واحد منهم مسؤول سيفتي بجانب شغله الأساسي، يعني يعتبر مسؤول سيفتي غير متفرغ. يعني أو شغال في مستشفى، المستشفى ديت فيها دكاترة، فممكن واحد يكون أو يبقى دكتور وكمان مسؤول سيفتي إذا كان عدد العاملين في المستشفى. تمام، الكلام ده لو كان أقل من 50. طب يا وزيد، إذا كان عدد العاملين أكتر من 100 في المستشفى، منهم بقى دكتور وممرض وعمال وغيرهم، فلازم ساعتها توفر مسؤول سيفتي ومتفرغ ما بيعملش حاجة غير ان هو يأمن الناس دي. طب مين اللي قال كده؟ ده قانون. فعلشان ابقى متماشي مع القانون لازم يكون عندي إدارة سلامة وصحة مهنية. قالك كمان عشان عشان تتجنب، او افوينس تجنب، وعشان تتجنب الغرامات او الاحكام. كاتبها هنا وعشان تتجنب الغرامات او الاحكام اللي هتيجي على الشركة. كلمة كورت هي مكتوبة ديت معناها محكمة. الموضوع في محكمة كمان، ده الموضوع حصل فيه إصابة، ولو أثبتوا إنك أنت مخالف للقانون ممكن طبعا الموضوع يوصل للحبس. طبعا صاحب العمل أو مسؤول السلامة ممكن الموضوع يوصل لغرامات، وغلق المنشأة. شايفين دي المنشأة مكتوب عليها تم غلق المنشأة. كلمة closed